خير وفي صحة جيدة ان شاء الله يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم سلطة ديال الارز بالطون والذرة. نتمنى نال الاعجاب ديالكم وتابعوني حتى الاخير. غنبدا معكم المقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. تناخد 3 ديال الفصوص ديال الثوم اللي كنبشروهم بالحكاكه. المقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. تناخد طنجرة تنحك فيها الثوم، تنضيف بصة ديال الملح حسب الذوق، شوية ديال الابزار، شويه ديال سكينجبير. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك والبارطاج فضلا منكم وليس امرا. جزاكم الله كل خير. من بعد غادي نضيف شويه ديال الزيت، من الافضل الا كانت زيت الزيتون، الا ما متوفراش نكتفيو بزيت نباتي. غادي نشعلها فوق النار تسخن شويه. ما نغفلوش عليها باش ما يتحرق ليناش الثوم. غناخذ واحد الاناء اللي غادي ندير فيه 2 كيسان ونص من الارز كلاصي. عبرت بالكاس العنبه، والكميه تتبقى من اختياركم، كل واحد يدير حسب عدد افراد الاسره ديالو. انا درت 2 كيسان ونصف. غادي نغسلو مزيان ونخليه حتى يستقطر. تنشكر جميع المتتبعين الكرام اللي تيشاهدوا لي الفيديوهات ديالي، تيخلي كومونتيرات زوينين. جزاكم الله كل خير. الله يحفظكم ليا، كتفرحوني بزاف باللايكات والبارطاج ديالكم. نغسلو الرز، نغسلوه مزيان، تنزولو منو النشا ونديروه فواحد الصفايه شبكه، نخليوه حتى يستقطر مزيان ونضيفو للطنجره. من بعد ما سخنات كما كتشوفوا كنضيف دابا الارز وغادي نشحرو في الزيت، نشحرو مزيان يتشرب ديك العطريه. نشحرو مزيان من بعد ما يتشحر لينا الارز غادي نضيف عليه كميه ديال الماء اللي غادي يطيب فيها، ونقصو عليه النار، نخليوه يطيب على المهل حتى يتشرب الماء اللي درنا ليه. انا كنضيف ليه الماء بهاد النوع. صافي ونخلط ونغطي على الطنجره. شفتوا الكميه ديال الماء اللي ضفت ليه. كنغطيو الارز ديالنا بالماء ونغطيه ونخليه يطيب، ونقص عليه البوطه. وكلها سهله وتتعجب الكبار والصغار. هو الرز ديالنا بالمطه. هانتوما كتشوفوا الماء كله تشرب. الرز راه كتبان لكم حبه على اختها.
دابا غادي نخويه في ديك البول باش نخلطو مع الطون والمايس مع الذرة. كما كتشوفوا الارز ما تلصق ما والو، طاب وشرب داك الماء اللي درنا ليه، تيجي لذيذ ورائع. صدقوني الا جربتوه يعجبكم ويعجب الوليدات. دابا غادي نضيف ليه الطون ونضيف ليه الذرة بالصحة والراحة للجميع. غادي نخلط العناصر مزيان. نخلطوه مزيان. صافي هادي الأكلة ديالنا بسيطة وسهلة وكتوجد بسرعة، لذيذة وصحية للأطفال ديالنا. ودابا غادي نبقى لنا غير نقدموها في طبق تقديم، اطباق فرديه ولا كل حسب الطلب ديالكم ولا الرغبه ديالكم. ناخذ واحد الزلافه غادي نعمرها ونديرها في طبق صغير وبالصحه والراحه. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش من لايك والبارطاج. جزاكم الله كل خير، فضلا منكم وليس امرا. إلا عندكم شي ملاحظات خليهم ليا في لي كومونتير. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى فيديو قادم بحول الله، وشكرا لكم جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.